اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلام يا رب العالمين. روتين خفيف وسريع في نفس الوقت. ده بيتنا من تحت كنت رتبته، وكان في اليوم ده كان هوا جامد. الزواج بتاع رمضان قاعد يرفرف من كتر الهوا. زي ما انتم شايفين كده هنبدأ ان شاء الله بإذن الله تنظيفات العيد. كل سنة وكلكم طيبين يا رب، وان شاء الله بإذن الله يكون عيد فطر مبارك علينا جميعا وعلى الأمة الإسلامية والعربية. ويا رب ينصر فلسطين واللي بيحصل فيها، لأن بجد حاجة يعني فوق الوصف. ربنا يكون معاهم دايما وينصرهم إن شاء الله. ده كده كان بيتنا من تحت وكده، فرتبته ترتيب خفيف كده لأني هبدأ أعمل التنظيفات بتاعة العيد كل يوم حاجة بسيطة عشان ما تعبش، وفي نفس الوقت ما اقصرش مثلا في الصلاة في القرآن كده يعني. دي أوضة حماتي رتبتها، والبطانية بتاعتها حطيتها في الشباك تتهوى شوية، وده سرارين والسجادة نظيفة وكانت زي الفل. بعد كده والصالة برضو كنت كنساها وكانت نظيفة. بعد كده المطبخ الحلو الجميل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. الحوض مليان مواعين، والرخامة طبعا عفشة متبهدلة وكده. كده خلاص. البوتاجاز ده بقى سايباه ليوم لوحده بالشباك اللي فوقه عشان اغسله كويس وانضفه. كده كنست المطبخ ونضفته الارضية يعني، والمواعين برضو غسلتها يعني غسلت المواعين ونضفت الحوض خالص. وبعد كده هطلع احط للطيور، وانزل بقى استلم الرخام ده وبتوع التوابل والحاجات دي كلها هغسلها وانضفها. كده خلاص. والمواعين برضو يعني كل حاجة نظيفة الحمد لله. فهطلع احط للطيور، وبعد كده هنزل بقى ارتب الحاجات ديت واحدة واحدة. والصالة بتاعتنا كنا الصبح يعني كانت الدنيا ضلمة برضو، كانت الشمس مش طالعة جو. كده خلاص. بعد ما غسلت المواعين ونضفت الحوض، البطانية بتاعت حماتي هطبقها واحطها على السرير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لان هي كبيرة بطريقة بتوجعلي ريحتي والله. بعد كده هطلع ارتب شقتي ترتيبة خفيفة كده، لان برضو هنضفها تنظيفة العيد الحلوة المحترمة ان شاء الله تعجبكم. كده خلاص. والبطاطين دي هشيلها اللي ملهاش لازمة، والدفايات هشيلها، والحاجات دي كلها هشيلها ان شاء الله في الفيديوهات الجاية. والانتريه برضو كان متبهدل، ما كانش منظم خالص. خليكم بس حافظين الاشكال دي عشان دلوقتي كل ده هيتغير. كده خلاص. بس الحمد لله كان في اليوم ده الارضية كانت نظيفة ما كانتش عفش. كده الحوض بقى نضيف، والجزاز مليتها ونضفتها، نضفت الحوض يعني. والارضيه زي ما قلت لكم كانت نظيفه، لان انا على طول والله يوم ويوم بكنسها، بالرغم ان احنا ما بنقعدوش فيه بس بكنسها برضو. ورتبت اوضه محمد، وطبقت البطاطين وفتحت الشباك اهو زي ما انتوا شايفين. والانتريه برضو او الركنه عدلت المخدات وكنست الانتريه عشان احنا بنقعدوا فيه، ده الوحيد اللي بنقعدوا فيه يعني وكده. والله بنقعدوا كمان ساعة وساعتين وبعد كده خلاص. كل قعدتنا اصلا ومعظم قعدتنا كلها تحت عند حماتي. وأوضتي برضو رتبتها وطبقت البطاطين وكده. كده خلاص. شقتي نظيفة وزي الفل، وفتحت الشبابيك عشان تتهوى، والحمام برضو نظيف، والحوض مطرح الجزايز ولو في طبق ولا حاجة غسلته وكده زي الفل. كده خلصت. هنزل بقى زي ما قلت لكم انضف المطبخ بتاعنا حته حته بالكلور بقى وبالسلك، وهظبطه. حتى الاقفاص اللي احنا حاطين فيها الحاجات بتاعتنا دي برضو بالفرشه الصغيره كده، وهمسك اغسلها واظبطها. كده خلاص اهو. هبدأ بقى الرخام احط عليها كلور بالسلكة واغسلها دعكها كويس. شلت الرخامتين اللي على الشفونيرة اللي انتوا كنتوا شايفينهم دلوقتي، ده مشمع ابيض كده حاطينه عشان يعزل ما بين الرخام وبين لو نزل ميه ولا كده.
برضو بالسلك غسلته كويس ونضفته، والرخامتين اهو زي ما قلتلكوا نزلته. وكان قبلها بيوم كنت غاسله طقم التوابل بتاعنا ده والبهارات، الطقم التوابل برضو البهارات بتاعتنا وكده، يعني اي برطمان بمعنى اصح فيه توابل فيه بهارات فيه سكر شاي ده كلته غسلته ونضفته. بعد كده همسك الرخامة على الحوض احط عليها كلور واغسلها بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الاضاءة والله ظالمة الموضوع، لان الاضاءة برضو لها عامل اساسي في ان تبين الحاجة حلوة ولا لا. كده خلاص، ومسكت برضو القفصين دول غسلتهم بالفرشة ونضفتهم وغيرت الاكياس اللي احنا بنحطها تحت البراطيل عشان ما فيش لو حاجة اتكبت تراب كده يعني، وبتغيره على طول. كده خلاص الجنب ده خلص خالص. بعد كده نجلت بقى الجنب التاني، نزلت المطبقيتين بتوع المواعين دول، نزلتهم خالص وغسلت السيراميك اللي هو وراهم، غسلتهم طبعا بالكلور برضو وبالسلك، والحوض برضو والرخامة دي كلها حطيت عليها كلور وغسلتها كويس بالسلك، وغسلت الحوض طبعا. كده بقى ما عادش الا البوتاجاز والشباك، وباذن الله في اي يوم من الايام الجايه دي ابقى اعمله عشان ما انضغطش في الشغل وفي نفس الوقت ما تعبش، لان انا اصلا زي ما قلت لكم قبل كده كانت انا عامله عمليه في ايدي تسليك شرايين، وفي نفس الوقت انا ظهري وجعني، فبحاول على قد ما اقدر اعمل حاجه كده على قدي، وفي نفس الوقت ما اقصرش في حاجات تانية. وبعدين يعني ما شاء الله عليا انا ايديا على طول في الحاجه بغسلها على طول برتبها على طول بنضفها على طول كده يعني، عشان ما احسش بتعب وفي نفس الوقت تكون حاجتي نظيفه دايما. المقطع ده كنت عند ابويا بزوره قبل العيد، يعني بمعنى اصح بعيد عليه كده بقول كل سنه وانت طيب يابا انت وحشتني، واقسم بالله بجد والله العظيم ان انت تفقدي حد عزيز عليكي جو للدرجة دي، يعني مفيش احلى ولا اغلى من الاب والام. ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة يا رب، ويجعله من اهل الجنة، هو وخالتي وستي وجدي ميت في اول رمضان السنة دي، ربنا يرحمه يا رب ويجعل مثواه الجنة، ربنا يرحمهم دايما. ودايما عمري في حياتي ما هنساهم، ولا بالدعاء ولا بالقرآن، دايما هكون يعني يعني صلتي بيني وبينهم ان شاء الله بالقرآن والدعاء، ان ربنا يرحمهم دايما ويبارك له في امي ويديها الصحة والعافية وما يحوجها لحد، ويشفيها يا رب العالمين، ويخليها لنا، لان بجد يعني امي ديت هي اللي لنا يعني من غيرها ولا اي حاجة، ربنا يخليها لي هي واخواتي البنات يا رب، وابني وجوزي وكل حبايبي يا رب. اتمنى منكم بس انه يكون فيديو خفيف ولطيف عليكم، ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة، ودي محمد ابني دي ايديه.